كما فما المشاكل في المستشفيات العمومية، نفس الوضعية في عديد المصحات الخاصة. مصحة ميناء هي كما تعرفوا مصحة عريقة جدا، بدأت الأشغال متاعها عام 1962 وتم بيعها من الملاها عام 1993. شريناها احنا أطباء وفيها 40 خدام. أو عام 2012 ولينا 174 عامل في المصحة، عندها 50 سنة المصحة هذه. ومن أكتوبر 2011 إلى الآن صار تحت عمل يلي نسميها أنا شبه النقابي، إضرابات دورية كل شهر شهريا، وإضرابات بين الإضرابات، وهذا الكل عقر المناخ في المصحة هذه وسبب الإضرابات واهية. والهدف متاعها التركيع. الرئيس المدير العام قال لي وأنا يسخيلوني جمل الجماعة، وأنا ما نرجع لحد كان ربنا، ما نستغرب حد كان بالقانون. بالنسبة لي لما يقع في مصحة ميناء هي عبارة على ثورة مصغرة مثل ثورة شعب تونس. مساحته فيها 160 خدام، 80 ما يحبوش إضرابات، يحبوا يخدموا، 40 مضروب على ايديهم، تليفونات لديارهم كانت تخرجوا من الاتحاد وكانت تعملوا هكا نخطفوا لكم صغاركم نضربوكم الكل، وفلوس وش اسمه وكلام وماس ومناشنوه وبلطجيه. واحد اللي قال لي يا جماعه الحركه النقابيه هذينا عاملين ستاج مع عنتر بن شداد، مش عاملين ستاج عند فرحات حشاد. احنا فما تقريبا 80 خدام مصحين ليغاليزي في البلديه، واحنا ضد الاضرابات ونحبوا نخدموا ونحبوا حقنا في الشغل. ما لقينا حد سمعنا في الاجابه هذه نتاع حق الشغل. عندنا حتى عرايض بانه احنا نحبوا ندخلوا اوكور دي غريف، احنا يمنعونا باش ندخلوا، يقفونا الجماعه الكل ويسكرونا المساحه وما تدخلوش. اخر اضراب نتاع 8 ماي نتاع 4 ايام، انا واحده من الناس تعرضت للعنف الجسدي نهار 10 ماي، وعندي شكايه وعندي شهاده طبيه وراحه. جينا ندخلوا قالنا تحبوا تدخلوا؟ لا استنى ما تدخلوش الكل، هذا السي عادل الزويغي سنه معناتها واختار تفضل يا مدام نجلة، تفضل يا مدام وصال، تفضل يا مدام شويخ. دخلنا وقال لجماعته افرحوا بهم. تقوم زميلتنا تضربني، تبدا عملت لي دجا معناتها بروبليم في رقبتي. انا بوش بيه معناتها عمري ما كنت نتخيل انه بالنيفو انتليكتويال نتاعنا وبالمهنه الشريفه نتاعنا في ميدان الصحه انه زميلتي تجي تعدد عليا بالعنف. اخر حاجه سيناريو هذاك ما حبش نحى من مخي حتى الى يومنا هذا. الدكتور عبد الرؤوف العذار الديريكتور ميديكال نتاع المصحه انه يعطي حق العباد، فهمتني ولا؟ سهله يسر انه يستعرف بالاتحاد العام، فهمتني ولا؟ في داخل المؤسسه قال لك يا خويا انا ما يحكم معايا حد، انا ما يلوي لي حد ذريعي. النقابه وقت تدخل حتى وقت انت مسؤول نقابي خارجي مكتوب يلزمك تعلمني افون دو جور باش تجي، مش داخل خارج ليلا نهارا حتى نصف الليل ومنع شنو وقاعدين والجماعه الكل الخدامه في الكلوارات من كلوار لكلوار وهكا لا ما تخدمش والطبيب الفني ما يدخلش وانت سيرو في العذر ما عندكش تعمل. شنو هي النقابه؟ النقابه هي عندها مش تسير مصحه، اللي صاير المصحه هو المدير الطبي. كان هو في سبيطار الجامعه هكا عندي انا إلي أور دو كيستيون دو فير سا، ميم سي مش توصل الحكايه مش تسكر الكلينيك. الله غالب انا نخدم كان في القانون واضح شكل. انا ملازم للمصحات وملازم للمستشفيات وملازم للمستوصفات ليلا نهارا. انا نعمل في العمل النقابي في 18 و20 ساعه يوميا. النقابه هي حاجه مكتسبه للعمال ونفتخروا بها ونفتخروا بفرحة حشاد. أما نقابة فرحة حشاد نقابة تحترم القانون، مش نقابة البندية والبلطجية. وتصدوا البلطجية وتصدوا العصابة جابها صاحب المؤسسة، كانوا مسلحين بالسيوف وبالسكاكين وبالعصي وتحداهم وصارعوهم وخرجوهم من المصحة وتمسكوا بالمصحة ونجحوا إضرابهم. 1220 دينار أغرى شهرية في المصحات حسب الكونفنسيون في واحد عنده أخر كارير نتاعو. أنا فوق ال 2200 عندي يجي 25. عندي ناس يخلصوا ممرضين وثم ناس ابتدائي يخلصوا خير من بروفيسور دو ميديسين. اليوم كنت نجم تقول صحيح، اما راهو مش للناس الكل، فما حكايه على الاقل 5% راهم الكلينيك اللي قاعدين يخلصوا بالكدا، البقيه راهم لا. مش صحيح، نو مش صحيح. بخلاف هذايا
او نهار ذبحوا العلوش اللي هو انا انسيتاسيون معناتها على مور هذه نورمالمون بالحبس اللي يعمل حوايج كيما هكا، وهذا يلا طاغية طاح. هذا معاون من الصحات الخاصة في آخر يوم من الإضراب أهداوا للعوان هذوما عوان مصحة مني كعربون تحية وتقدير لهم لأنهم نجحوا إضرابهم 100%، وفي إضرابهم تصدوا للميليشيات وتصدوا البلطجية وتصدوا العصابة جابها صاحب المؤسسة، كانوا مسلحين بالسيوف وبالسكاكين وبالعصي وتحداهم وصارعوهم وخرجوهم من المصحة وتمسكوا بالمصحة ونجحوا إضرابهم. بطبيعة الحال أهداوا لهم علوش والعلوش ذبحوه. أولا هي مصحة، حتى الإضراب ما يعقلش فيها، وحتى كان يصير إضراب خدامة تخدم، وإحنا كنا في أوروبا نرى الإضراب كيفاش يصير. مش أنا عندي 80 واحد يحبوا يخدموا و30 واحد مسكرين الكلينيك، ويلزمك خلي لهم المرضى، لا إما الأولى خليت المرضى الإضراب الأول والثاني والمرضى نتاعي تشكاو، ولا وقت قرروا إضراب نهز المرضى نهز المصحات أخرين. ولكن أمر جاي المصحات الصفاقس الكل من السيد هذا سي عادل باش يقبلوا ما يقبلوش المرضى نتاعي. لأنه اللي يقول فيه ما هو صحيح، أنه في الإضراب اللي فات واللي قبله لما أصحاب المصحات كل ساندوه ووقفوا معاه واخذوا له المرضى نتاعو. حتى لي زومبيلونس عطاهم الاوردر باش ما يهزوش المرضى، جبت امبيلونس من تونس حاولت المرضى لتونس. قبل بشهرين فرغنا احنا المصحة، احنا نفرغوا فيها وجاو 40 واحد من الخدام اعتصموا. اعتصموا اعتصام كلي واحتلوا بيت العملية نهارين قبل ما يضرب يكمل الإضراب. وهذا الاعتصام العشوائي في القانون يطبق عليه بالرفض الكلي. ال 40 هكوما تو يتسقدوا ويروحوا. علاش؟ خاطر يطبقوا في سعادة، بورتون في مجموعة كويسين، في مجموعة باهيين، خدامة باهيين، خدامة عندي معهم 20 سنة كنا لباس علينا، وبكلهم حتى اللي تعداوا واللي تجاوز وعملوا المشاكل وعملوا. انا باش نعمل فيزيتا للمرضى نتاعي الفرمليه اللي في الليتاج، وفيها واحده ساج فام اللي تاخذ في 1,400,000 اليوم واقفه على الخدمه لابسه التوني نتاعها واخذه اوراق نتاع بيانات واللي شنو اعذار كالبسوق من شنو وكذا وكذا، كيف اللي عاملين كيما شحال يجيو على الشجره يقصوا يقعد من الجهه نطيح. وين عمل نقابي هذا؟ عمل تخريبي يعني. احنا وصلنا ما بين الجريف قبل الجريف جماعه الاتحاد يخرجوا لي في بيان فيه رؤوف العذار وجزار وكلام معناتها مش في المستوى حتى طرف يدوروا فيه على المرضى، وزملائنا اللي كلاو الخبز وصلوا وكونوا كما كونا الناس كل من الكلينيك هذيك. نورمالمون الامور السياسه ولا امور المشاكل الاداريه ما تدخلش فيها مهنتنا الشريفه هذه مع المريض. ثم مريض في الوسط ما ندخلوش في السياسه نتاعنا. دخلوا الاضراب في نصف الليل في مصحة فيها 60 واحد من القطر الليبي مجروحين. ليلتها جيتي ميدسان دو غارد وكنت قاعدة في وسط الريسبسيون. بدا الضرب نص الليل في وسط المصحة. الضرب كانت مجموعة ماهيش كبيرة برشا، ماركة يعني 50 هكاك ابري، معاهم سي عادل الزواغي رئيس النقابة. بون او ديبي كانوا يعني في وسط الكلوار شعارات وحديث وكلام ما عنده حتى معنى. سكروا المصحة، نحاو ستاندار، نحاو التليفون، ونديري ناس هجمت على المصحة مش تضرب في المصحة. قصوا أي ريلاسيون بين ليزيتاج وبين بين الاكستيريور وبين الكلينيك وبين الاكستيريور. كاو أنا كنت قاعدة في وسط ستاندار، جاني هو عادل الزواغي، جا قال شكون الطبيبة؟ وصلت له أنا، قلت له أنا هي الميدسان. قال لي أنت ايش تعمل هنا برا؟ قلت له أنا ما ننتميش ليلك وخي. قال لي شنو معناتها ما تنتميش ليلك؟ قلت له ما ننتميش ليلك، تو ناب با لو دروا باش تحكي معايا. شنو معناتها نمشي نروح؟ أنت مدرب أوكم جماعتك نجم تمشي تحكي أنت وياهم. مشى قال لي شنو معناتها؟ قلت له معناتها اللي تسمع فيه. قال لي انت ظهر فيك من جماعه رؤوف العذار. قلت له شوف خويا، من جماعه رؤوف العذار ومن جماعه ميني حاجه ما تعنيكش، ليسونسيال اني انا ما ننتميش ليلك. مش غزول لي قال لي كلام ما يصلحش. كي قال لي هو كلام ما يصلحش، وقبل سبق انه قبل ما يقول لي انا كلام ما يصلحش وقف على ستاندار وغزر الرؤوف العذار في وسط الكاميرا. قال له انا نعرفك تغزر لي ونعرفك تسمع فيا، ما يكون دفينتك في مصحتك كانش على يديا.
واول كلمه قالها سي النقاب هذا سي عادل هذا الزواغي ايش قال؟ دخل في الريسبسيون وعمل يده الكاميرا، عندي كاميرا ماهيش بالصون، اما الناس حاضرين قالوا لي يا عذار انا جاي مش نقتلك وندفن في الكلينيك هوني. واضح شيء هذا المسؤول النقابي. هذا راهو بكل ترهات وامور فارغه وما عنده حتى لا ساس ولا راس. وقت اللي هو قال لي كلام ما يصلحش، نرجع لك بالحديث، وقت قال لي كلام ما يصلحش وقتها انا وقفت له قلت له انت هو النقابي اللي باش تدافع على العباد؟ تقول كلام ما يصلحش للعباد وجاي تطالب بحقوق الناس؟ مش قال لي تو انت شنو حكايتك الليله؟ تحب تروح بكيفك؟ ما كانش تو نروحوك بالسيف. قلت له انا بكيفي مانيش مروحه، خاطرني انا ما نسلمش في البوست نتاعي ونروح، جو سوي ميدسان دو غارد هنا، واذا تحب تروحني بالسيف كي حكايتك. وقتها عمل لهم هكا البنات اللي واقفين من عاش انت تعرفش ستاندار نتاع مينيي ستاندار هكا، عمل لهم هكا بيدو هو واقف على ستاندار، طلعوا لي الكل بريسك اون ديزان، كلهم طاحوا عليا وطيحوا عليا الكرسي، وكان ما تخلصوا جيجات باش منعني من تحت منهم. هذه وقعت نقاش بينها وبين الاعوان، انا مانيش لاهي بهم ونضرب فيها الواش، باش نضرب فيها؟ هذه تهم باطله وكيديه، راهي لا ماشي تاثر لا من قريب ومن بعيد. وين حرمه المؤسسات الصحيه؟ وين حرمتها؟ اضرب النص الليل يبدا وعرس في الهادي شاكره. تصور انت المهزله اللي صارت، عرس في وسط اوبيتال واحنا ساكتين. شكون الطبيب اللي تحبوا يتكلم باش تضرب؟ انا طبيبه تكلمت وقلت ما نخرجش من البوست نتاعي ونقعد باش نسعى في المرضى اللي تحكي عليهم. اش منعني اني تضربت في وسط المؤسسه الصحيه واني تهنت واني قعدت بكل شطري كامل ازرق؟ شكون اللي شافني؟ اللي شافتني مع الاسف حتى عماده الاطباء نتاعنا ما شافتنيش، ولا شافتني النقابه نتاعنا، ولا شافني اي انسان. بينما بالعكس لو كان اللي ضربت وحده من لي باراميديكال راه وقف عادل الزواغي داورت الصحه وخسر المواطن. علاش؟ خاطرو ساكت على عادل الزواغي. انا نعطيه كلمه من عندي انا ومن هوني، من نعلمه حاجه واحده، قبل ما يطالب بحق لانفيرمي يعلم لانفيرمي يخدم خدمته كوم يلفو ويرجع لانفيرمي نتاع قبل، لانفيرمي اللي يتعلموا على يديه الطب، مش لانفيرمي اللي يصور المرضى بدبشهم. نعطيك اخر حاجه ما صارت امس، تجيب لي مريضه تصويره من الحبيب بورقيبه مصورتها بدبشها. علاش؟ على خاطرك شي لانفيرمي قال لها ما نحبكش تنحي دبشك. شفت وين وصلنا؟ تراه مشي الطبيب يجي يكلمه، يجي الطبيب يكلم لانفيرمي يقول له علاش صورت المريضه بدبشها؟ تو عادل الزواغي يطرد الطبيب. واحد برك في اتحاد يعملوا اللي يحب ويقرر اللي يحب. حتى الناس اللي في الاتحاد اللي اكبر منه كلمناهم قال احنا متحشمين من اللي صاير عندكم، ايش بيك تنجم تعملوا شيء؟ قال لي هذايا سي فلان هذايا منتخب، هي وقت منتخب ويطلع مهبون بقعدوا من النوبه وكانوا مافيوزي بقعدوا الحبس، مش عندي انا. تكلمنا معناتها في الفيسبوك على ظروفنا وشنية وعلاش وكيفاش وكل. يا اخي تكلمت انا من جمله اصحابي اللي تكلموا قالوا لي احنا ما نخلصوش بالباهي واللي يصير ما يعطيناش في شهريتنا. نقول تكلمت انا كايها الناس قلت انا راني نخلص في شهريتي، وراهو اللي خرجهم بالنسبه للشهريات راهم معناتها صحيح. قالوا لي مكتوب في الورقه اللي خرجها في الفيسبوك مش صحيح. وريت فيش دي بي نتاعي كاين الناس وكل. بعدها ب4 ايام ولا 5 ايام خرجت مشيت للكوشه انا واصحابي باش معناتها نجيبوا الفطور نتاعنا. كي مشيت دخلت انا للكوشه خلطت عليا هذوما خلطوا عليا. حاولت انا معناها نتجاهلهم، فهمت؟ خاطر عرفتهم انا شبيهم، خاطر هما قبلها بعثوا لي معناتها تهديدات. عملت روحي ما ريتهمش. كي جيت خارجه انا من الكوشه وهما جبدوني، اجا لهوني قالت لي، قلت لها اش معناتها نجي لهوني؟ سيبني. غزرت وسيله هذا من الجماعه اللي معاها، قالت لها بنحبها تخرج كان ميته من غادي، فهمت؟ كاو قعدوا يضربوا فيا. جاني اذا واحد يخدم معنا اسمه حمادي المحمودي حب يحز عليا معناتها، قالوا له اقعد غادي استكفى بروحك نخلطوك عليها. وقعدوا يضربوا فيا يتداولوا عليا واحده بواحده. بعد خلطت عليهم
خلطت عليهم شيراز، فهمت؟ خلطوا عليهم هذوما وقعدوا يضربوا فيا. جات صاحبتي باش تحز عليا اسمها قمر الهرابي زاده، ضربوها زاده هي وعملوا لي بريسك يجيك معناتها 15% يعني في كرومتي، العلب هذا نتاع كرومتي ضروا. بعد ولاو يهدوا فيا معناتها، ولاو يجوني للدار معناتها يلوجوا عليا كل، ولاو توا اخر حاجه ولاو يهدوا فيا معناتها يكلموا في راجلي معناتها والكل ومرتك يرجع حقوق العباد ويعطي حق الناس ويصنف العباد حسب الاتفاقيه المشتركه للمساحات الخاصه، يعطي حق العباد اللي نحاهوا له من السنوات تو تنتهي المشاكل. حتى كان ثم بعض خدامه ديس ولا 15% فيه مشكل، جو سوي بري اللي عنده حق ياخذ نتاعو وياخذ فلوسه بالانتريس. اما انت ككونفونسيون كوليكتيف هي كونفونسيون بيني وبينك كنقابه، انت تفهمها انا نفهمها بي، ما تفهمناش نمشيو للانسبكسيون. حتى انا نعرف نقرا الكونفونسيون وقت تصحت، انا وقتها في السانديكا دي كلينيك بريفي في تونس وانا من جماعه من البيرو اكزيكتيف اللي صح نعرف شو وسط انا. مش خدام واحد معناتها له ما عنده حتى نيفو عنده كذا تحب ترجعه سيدو. بالنسبه للكلينيك مني الجلسات اللي صارت الصلحيه باعتبار احنا الولايه مطالبين معناها باجراء الجلسات الصلحيه، صارت بعدد كبير جدا. والاتفاق اللي صار ما بين النقابه وبين المصحه في 6 فيفري كان منطلق معناها وقاعده صحيح النجم الناس كل تنطلق فيها. احنا نهار 30 ماي بالضبط وقعت جلستين هنا في الولايه وقت قبل ما يصير الاضراب بالشر اللي اعلنوا الاتحاد، وقع شبه اتفاق معناها وتقريبا معناها الناس كل خرجت على اساس انه وحصل الاتفاق. بعد بنهار رجعنا الامور عاودت تأزمت من جديد ما بين النقابه وبين معناها صاحب المؤسسه لاعتبارات في جزء منها لحد الان احنا شخصيا معناها اجهل معناها جزء منها. كذلك انا ضد وقت اللي صار الاعلان على اضراب بشهر، انا مع الاخوين في الاتحاد قلت من غير المعقول ان نمضيوا على اضراب بشهر معناها في مصحه في ظل معناها جو من التنافس بين المصحات كل شيء هو عمليه حكم بالاعدام على مصحه. في الولايه نقعد نتكلم والسيد هذا سي عادل هذا تاع النقابه نتاعكم يقوم يقول لي كلب سوق ونضربك. بطبيعه الحال ما دواس الفم الابخر كان سواك الحار. المصحات في صفاقس ولا في تونس ككل معناتها تتعدى بظروف صعبه، لان تعرفوا اللي احنا خدمنا سنه 2011 خدمنا مع الشقيقه ليبيا، خدمنا الثوره الليبيه، خدمنا الجرحى الليبيين اللي توافقوا علينا بصفه كبيره، ولحد الان عندنا شويه مشاكل في الخلاص. تعرفوا اللي تو ما قيمه 70 مليار ما دفعتش لتونس من المصحات، والمصحات تشكو من عجز كبير في الميزانيات نتاعها. سيوس غيازي وقت يقرر ويخرج ورقه باسم المصحات الكل ويبعثها للقنصليه الليبيه يقول انا ما بقاش نقبل الاطباء باسم المصحات، انا ما عندوش حق يتكلم باسمي الا ما صح له ورقه. انت ماذا بينا كما قلت لك ننظروا بعين الرأفه على العرف وعلى العمل. خلينا ديزيلاف عنده يعطي قرارات باش يسكر المصحات والكل، انا ما نطبقش هذا. انا معتقد اعتقاد نفسي باللي الليبيين قاموا بالواجب معناتها كان تونس وكان الطب في تونس وفي صفاقس في المستوى سي غراس او بوبل ليبيا، هما اللي داو عندنا مده 20 سنه واحنا مدينين ليهم بالحركه هذه واحنا وصلنا بثقتهم على تهون وقتهم عندهم ما احنا ما سكرش عليهم الباب، ما سكرش عليهم الكلينيك، والمصحه الوحيده اللي ما سكرتش الكلينيك. ولا التاك هذه من كل الاتجاهات من الكلينيكات من السنديكات دي كلينيك من الاطباء اللي عندي واستعملين المصحه والكل، سي ان كومبلو كو جو بو اوثنتيفي بالتصاور وبالاوراق وبكل شيء. الناس هذوما يستعملوا عندهم سياسه الكذب ولا شيء غير الكذب. ماكينه نتاع كذب انا ما عارفينها، ماكينه نتاع كذب، اكذب 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 حتى يصدقوك الناس. تم الاعتداء على ممتلكات المصحه، تم ادخال الناس معناتها تخيلوا في بالكم انتم موتورات تحوس في فضاء الاستقبال في المصحه. تخيلوا في بالك اشخاص ما عندهمش حتى علاقه لا بالمصحه لا من قريب ولا من بعيد يتم دخول المصحه. تخيل في بالك انت في شهر ماي المصحه تخدم، استهلاك المصحه 2000 دينار من الماء، الفاتوره نتاع الشركه القوميه للاستغلال وتوزيع المياه 2000 دينار. في شهر جوان ثم اضراب
المصحة ما فيهاش 80 خدام وما فيهاش 170 خدام وما فيها حتى فيها 30 عامل يلي يتناوبوا على بعضهم. استهلاك المياه ولا تقريبا 3000 دينار. على خاطر عندنا هنشير بحذا ورا مساحه 80 يسكنوا فيه. بربي يقول له اسمعني نقول لك امشي للسوناد ورا الهيستوريك نتاعو وتلقاه خلص ولا ما خلص. انا ما عملتش تعسفي، انا عندي ناس، عندي مجلس تأديب كأي مصحات كأي شركات. المجلس التأديب نتاعي عندي فيه 3 طردوا خاطر كانوا راقدين في الانعاش. تخلي المدير شاغل 3:30 تاع الصباح راقدين الانعاش فيه 5 مرضى وما راقدين وعاملين الراديو عالي، وقت تعمل الالارم ما يقوموش، واللي كان 5 ساعة المريض يموت ويمشي في خبر كانوا وما زالوا راقدين. هذوما وقت عديهم عن مجلس التأديب وطردهم اقل حاجه والمعقول تشكي بهم بالحبس، ما تشكي بهم ويدخل الحبس. هذا من السيديات وهذا من وانتم تو رجال نتاع اعلام وعندكم تبارك الله تلفزه كبيره وتعرفوا هذا من الفوتوشوب والتفبريك في الصور، هذا ما عنده حتى معنى، ماهوش دليل. دونك الخدامه اللي تحب تخدم اللي عندهم حق الشغل ويحبوا يدخلوا خايفين ارواحهم وحاولوا قداش مره يدخلوا، ووقع الضرب نتاعهم، وقع حتى ضرب مدير المصحه، مدير الاداري نتاع المصحه، وقع ضرب العدل المنفذ. السيد العدل المنفذ هذا يا سيدي انا كي نقول لك اصبح ملازم للمصحه اكثر من العوان واكثر من اصحاب المصحه ليلا نهارا السيد غاديك، وهو جاي اساسا باش المهمه معينه اللي جاء من اجلها واللي جرى لها ايام وليالي واشهر طويله، هو باش يستفزني انا، هو اللي ضربني مش انا اللي ضربته. في نصف الليل عياط وزياط، صخب، مرضى راقدين، عدم احترام في كيفاش يدوروا في وسط بين المرضى. هكا يوم 14 جانفي ليلا احتفلنا بثورة شعب تونس. وعندك واحد برك يلي وقف معايا بالقدار وفي المستوى وبارك الله فيه ويرحم والديه وقام خدمته، هو رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الاتحاد لوتيكا في صفاقس، عبد اللطيف الزين. بعث له الدوسي كامل وصاح بشجاعه وهو اللي عطاني الصد. يا اخويا انا عملت وقت الحل السلاحي اللي عندي هو اللي بلانت، معناتها شكيت. كان الحاكم قام خدمته واعطاه الشكوى نتاعي، والشكوى نتاعي طبقت، ما نوصلش لهذا. انا عندي 3 احكام باش يخرجوا من الاعتصامات اللي عندهم يلي شادين فيهم الكلينيك، وسيد الوالي ما يحبش يطبق. ده شنو نعمل ميليشيا خاصه انا باش ندخل المصحه نتاعي ولا شنو؟ شو الحكايه هذه؟ البلاد وين؟ الحكومه وين؟ البوليس وين؟ شنو؟ انا عندي 270 عامل وعملت اكستنسيون باش نولي 350. احنا نندبوا ما ثمش خدامه، وعندنا نقابه، مش نقابه، النقابه الرسميه ولا نقابه فرحه حشاد، عندنا وجلين، عندنا ناس في نقابه مهلوسين واللي مخلصينهم باش يكسروا فلان وفلتان. شنو هو الكلام هذا؟ انا طالب الدوله تحميني. الاضراب من ناحيه الشك بشهر انا نشوفه غير مبرر. عمليه السب ب3 شهور من ناحيه الشكل غير مبرر، لانها حتى قانونيا فيها معناها فيها وعليه، باعتبار انه يلزم يكون رجوع للعمل لمده 10 ايام ومن بعد يصير عمليه سب. اما ان نقرنوا اضراب بسب، وهذا في الاخر الناس كلها راهي انا ما نعرفش شنو مبرر انك تصد ب3 أشهر. الصد لازم. انا عندي شهر مانيش في الكلينيك، الماكينة تتكسروا ما تكسروش، تعملوا ما تعملوش، الكلينيك ما محتل. وعندي خدامة هبلوا في مخ، ثم الناس خدامة يتلفنوا لي من الجماعة المضربين، احنا وحلنا ما نعرفوش نعملوا وما نجموش نتكلموا، خاطر كان نتكلموا يعطيونا طريحة. وثم خدامة يلي وفات الثقة بيني وبينهم. انا فورا انت عندي 18 سنه باش نحط له مريض يحضر لي مريض ثقه عاميه. تو جي بعد ما سب وعمل له زمر وكله بالورق وتعدى والتجاوزات الكل، ودكتور العذار مات ومشى ودخل الحبس ومن شنو والكل يقولوا المرضى نتاعي، وقفوا النومبر دو مالاد الكل، ونجي انا نجي نقف انا واعي باش نعمل عمليه قدامها. سي بلي بوسيبل، يفو تروفي ان سوليسيون ريزودر لو بروبليم دو كونفيونس، خاطر ما حناش معمل احنا، واللي ما حناش معمل حقك، واللي معمل واحد ولا عارف البي دي جي في تونس سب البي حتى في غيابه. هذه دو فاس فاس عايشه انا 18 اكثر من مرتي وصغاري. واحنا على استعداد تام
للتفاوض الجدي والفوري من أجل إرجاع المصحة هذه لسالف عملها ونشاطها، ومن أجل أن تتطور وتكبر، ومن أجل أن إن شاء الله تولي هي المرجع في القطاع الصحي الخاص بالجهة. هذا احنا اي مؤسسه تكون فيها نقابه راهي تولي عباره عن طرف من كبدنا، ومستعدين لمناظره بحضور حتى التونسيه والسلطه الجهويه وكل الاطراف في مقر ولايه صفاقس ولا في اي مكان اخر بحضور وعبر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. احنا مستعدين للتفاوض وللحوار وللتناظر امام الجميع، واللي عنده حق ياخذه. انا اعطيني كلينيك نشوفها نجم نقول لك جو بو ديماري دون دي جور دون 6 mois واللي جو نو بو با ديماري ديفينيتيفمون. سا سير ريان دو ديسكوتي على المستقبل 150 خدام والانسترومون دو ترافاي ما نعرفوش في وسطه. شوف احنا كل طرف ينجم يدفع نحو الحل مرحب به، سواء كان هذا الطرف معناها اعلامي او كان هذا الطرف اجتماعي او كان هذا الطرف سياسي او كان هذا الطرف معناها مفكر. كل واحد ينجم يعاون في ايجاد حل وفي رجوع المؤسسه هذه الى معناها الى عملها بصفه طبيعيه، ورجع له خيان معناها العمل الى شغله معناها وطي صفحه الماضي، فهو مرحب به.